السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر المشاكل اللي بتواجه حد حابب يتمرن في المنزل هي المساحة. يتمرن ازاي نفس تمرينة الجيم بالكامل وبأمان تام، وفي نفس الوقت ما يستهلكش مساحة كبيرة في البيت. عشان كده عملنا لحضراتكم الجهاز 5-في-1 حديد، بيتحمل على الحيطة وبيتحمل على الأرض. هنعرض دلوقتي الأوبشنز اللي ممكن تستخدم فيها الجهاز، وكمان بفضل الله ايه الإكسسوارات اللي ممكن تضيفها للجهاز فتديك تمارين مشابهة بشكل كبير جدا للجيم. هتبدأ أول اوبشن فيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن العقلة بتاعته حوالي 1.25 متر تقريبا. لو انت عايز تستلم منك الجهاز بس بالعقلة عشان تعمل عليه تمارين الكاليستينكس متاح. طيب عايز تستلمه من هنا ومعاه المتوازي كمان برضو متاح، يبقى انت كده معاك عقلة ومتوازي. ادي تاني اوبشن. طيب تالت اوبشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحامل بتاع البار. لو انت حابب انك انت تعمل عليه تمارين بالبار ويبقى معاك الحامل كأمان ليك متاح. رابع ده بقى المنظر العام، واحنا بنستخدمه كحامل بار. بالليفل بتاع الحامل البار احنا بنقدر نغيره كارتفاع لو احنا عايزين نستخدمه للسكوات، او لو عايزين ننزله تحت لو هنستخدمه كبنش بريس برضو متناسب معانا. طب ده المنظر العام لو انا عايز اشتغل بنش بريس. طبعا مش هيبقى المتوازي موجود لان هو بيتفك زي ما احنا اتفقنا. همسك البار بكل بساطة، هتتمرن بيه وهترجع وانت بتحطه تاني على الحامل بتاع البار حطيته. طيب لو حابب تحط السيفتي في مستوى اعلى شويه عشان لا قدر الله لو حصل لك اي كلام او اي حاجه، السيفتي برضو مأمنك. احنا كده شرحنا كذا حاجه، شرحنا العقله، شرحنا المتوازي، شرحنا حامل البار، وشرحنا كمان السيفتي بتاع البار واحنا بنستخدمه. هنيجي بقى لاخر 2 اوبشنز نشرحهم، اللي هي اللاند ماين وجهاز الكيبل. اوبشن عندنا وهو جهاز الكيبل. جهاز الكيبل تقدر تركب عليه الطارات اللي انت عايزها، وتقدر تاخده على ضلع واحد بس من الجهاز بتاعنا او تاخده على الضلعين. طيب لو انت استخدمته كضلع واحد بس هتقدر تستخدمه في تمارين الباي، تستخدمه في تمارين التراي، تستخدمه في تمارين السحب. طب لو خدته في الناحيتين، بما ان هو بيتحرك معاك، البكرة بتاعته بتتحرك معاك، تقدر تدخل فيه تمارين اكتر تانية زي التجميع بتاعة البنش، زي الرفرفة، زي الفراشة. وبكده الجهاز ما يبقاش 5-في-1 بس، لا ده هو كمان 6-في-1. على اللاند ماين ازاي هستخدمها في البيت؟ فيها منها افكار كتير جدا. ممكن تثبتها جوه الطاره نفسها، او ممكن تثبتها جوه الجهاز بتاع 5-في-1 وتعمل بيها تمارين الترومبا كامله. تحط الطارات اللي انت عايزها، ولو حتى عايز تستخدم البار فاضي دي كده احنا بنتكلم في 5 اوبشن. طيب نيجي بقى لاهم اوبشن اتكلمنا عنه. لو انت في المنزل وما عندكش سبيس، الجهاز ده احنا نقدر نعمله واقف على الارض ثابت زي ما حضراتكم شايفين. طيب لو ما عندكش مساحه في البيت وعايز انك انت تلم الجهاز على الحيطه، الموضوع بسيط جدا. مجرد ان انت بترفع الجهاز على الحيطه وبتحط له البنز بتاعه عشان تطمن ان الجهاز مش هينزل تاني. بيجي لك طبعا 4 بنزات علشان تركبهم بحيث ما يحصلش كده. ركبنا اول بنز. مش لازم تركب ال4 بنزات طبعا، بيبقى امان اكتر ليك لو انت ركبت ال4 بنزات، بس احنا بنوريكم كده زي ديمو سريع لفكرة الجهاز. مش لازم تركب ال4 بنزات، ممكن تركب. طبعا الجهاز عندنا وانتاج اسيليت هوم بفضل الله، وعليه ضمان سنة ضد عيوب الصناعة. كل الاكسسوار بتاعه اللي موجود في الفيديو موجود عندنا في الفروع، زي مثلا الطارات الاولمبي، زي البار، زي البنش، وكمان عندنا اساتك المقاومة واليوجا رينج وحزام الاوزان، بحيث ان انت تقدر تعمل لنفسك في المنزل زي جيم متكامل استثمرت فيه. لما تحب في المستقبل انك انت تابجريد او تبيع قطع فيه، انت جايب قطع كلها حديد. الحديد سعره بيغلى زيه زي الذهب، زي الفضة، زي اي حاجة. فباذن الله في المستقبل ما تخسرش فيه، بالعكس انت ممكن تكسب كمان لو حبيت تعمل تطوير للجيم المنزلي بتاعك، او لو فكرت في المستقبل ان انت تغير بحاجة تانية.